حقا؟ أحقا أدركت هذا الأمر؟ هيا عدني يا جون، لن تبرح مكانك حتى لو رأيت أمامك كثيرا من الناس يعانون. هيا عدني. سأرسل إليك بريدا من هاتفي. من المفترض أن هواتفنا النقالة تعمل هنا. كيلوا. آسف، لا تقلق علي. كل ما في الأمر أني متوتر قليلا. من هذان؟ إنهما ليسا من سكان هذه البلاد، وهما صغيران على أن يكونا جاسوسين، ولكنهما قويان. أهما قاتلان مأجوران؟ هل أتيا من أجل قتل الملك؟ لا يمكنني تركهما وشأنهما، ولكن لا أريد أن أقاتلهما معا دفعة واحدة، ولا سيما الذي على اليسار، الولد ذي الشعر الفضي. مشيته تدل على قوته، لديه مؤهلات تخوله ليكون قائد سرب. توقعت هذا، إنه ليس عاديا. أخفيت نفسي كاملا، ومع هذا استطاع أن يشعر بي. هذا حسن لي. أصحيح ما سمعت حقا؟ هل ستنقلونني أنا وعائلتي إلى بلد آخر غير هذا؟ أرجوك اطمئن، حصلنا على موافقة رسمية تخص هذا، كما أننا جهزنا جميع المستندات المطلوبة أيضا. لم يبقى عليك إلا أن توقع على كل تلك المستندات، ولكن الشرط الأساسي للجوئك هو أن تشاركنا في جميع الأسرار العسكرية التي تعرفها. لا تنسى، لقد ذكر هذا في الاتفاق، وإذا ما نقضت الشروط بعد توقيعك فسيكون كلانا في مأزق لا يمكن الخروج منه. لن يكون هناك أي مشكلة. حسنا، سأخبركما، وأيضا سأطلعكما على الأعمال الفظيعة التي اقترفها دييغو. أقدر لك هذا، فحياتنا نحن أيضا على المحك كما تعلم. كان عليه أن يقول التي اقترفناها معا.